مسلسل حياة التيس. آسف لا تزعل، التيس هو أخو الماعز. فيلم حياة الماعز، اللي ما يعرف الماعز هذا هو الماعز، هذا هو الماعز اللي شايلها اللاعب هذا جوت، اللي شايلها اللاعب سالم الدوسري. الأخطاء الفردية من شخص أو من أشخاص تحدث في أي مكان حول العالم وفي أي زمان، ولكن أن يتم تعميم هذه التجربة على بلد كامل وعلى أنظمة كاملة وعلى الدول، هنا تعرف أنك أمام شخصنة أو تسييس السينما من الترفيه والتعبير عن مواقف إلى مهاجمة وتحريض على دولة أو على قوانين دولة أو على بلد معين. ثانيا، من حق أي بلد أن يضع قوانين التي يراها مناسبة لبيئة العمل. حتى في الدول المتقدمة زي أمريكا وبريطانيا، إذا ذهبت للعمل يجب أن تذهب تأشيرة أو تكون مدعو من شركة أو مؤسسة وتعمل لدى هذه الشركة. مجرد انتهاء عقد العمل يتم إعادتك إلى بلدك. خلونا ندخل في الموضوع، وفي شيء مهم جدا راح أثبت لكم أن الموضوع مسيس والغرض منه مهاجمة المملكة، وراح أحط لكم بطل الفيلم اللي طلع مسوي حنين انه يدافع عن العامل، ايش يقول عن العمال الأجانب والوافدين. نهاية الحلقة راح أحط لكم الفيديو، بس خلونا الحين مع موضوع الفيلم. الفيلم هذا يروي قصة يقولون انها حدثت زمان، فتم إحياء هذه الفترة، الغرض منها مهاجمة المملكة. لا يهمهم لا العامل اللي صار له القصة ولا يهمهم الموضوع هذا، لا من قريب ولا من بعيد. تجربة فردية نتيجة جهل من شايب عنده حلال أو نياق في البر، جاب له عامل يرعاهم. أنت منتظر مثلا الشايب يسكن العامل في فندق 5 نجوم، أكيد أنه بيحطه مع الحلال. المهم هو الشايب خلى عنده الحلال وعامله كواحد منهم. الناس تفكر أنه الشايب هذا اللي كان يرعى عنده الحلال أنه ساكن في قصر على الشاطئ، ما هو ساكن معاه في البر ويرعون النياق سوا. أنت جايب شخص في تأشيرة راعي يرعى لك النياق، أكيد حتخليه مع النياق في البر. ثاني شيء، كان يقدر العامل مثلا أنه يهرب من المكان ويسلم نفسه لأقرب مركز شرطة أو لأقرب جهة مسؤولة عن العمال، لكن هو كان راضي بالشيء هذا وساكت وعايش مع العامل. فليش أنت تحمل المسؤولية للجهات المسؤولة وهي ما تدري عنه؟ هو اللي جالس معه وراضي بالوضع هذا. إذن هي قلت لك خطأ فردي، وأكبر دليل عندك في المملكة 12 مليون وافد يعمل في المملكة. لو كان في تعامل بهذه الطريقة مع جميع العمال ما كان بقى أحد في المملكة. شوفوا المقاطع على اليوتيوب حتلاقوا الناس اللي تطلع من المملكة تطلع وهي تبكي عشان بيغادر نهائي، ما يبغون يطلعون، لأنه في معاملة حسنة وفي أخطاء فردية من أشخاص. أنت لو رحت للجهات المسؤولة راح ينصفونك، فهمت؟ فالهدف من هذا الفيلم هو التحريض. الهدف من هذا الفيلم مو الترفيه ولا رواية القصة، لأنه كان يقدرون يسوون فيلم من قصة من وحي الخيال من غير ما الكاركتر اللي جابوه، من غير الوصف ومن غير هذا، كأنه إيش. أما أنك تسوي الفيلم بهذه الطريقة فالغرض كان هو التحريض والتشويه. وراح أحط لكم بطل الفيلم اللي طلع في الفيلم مسوي أنه يدافع عن العمال. شوفوا إيش يقول عن الوافدين، وأنا آسف على الكلام اللي حتسمعونه من طالب بطل الفيلم. ورحمة الله وبركاته. للجار على الجار حق، وحق الجار النعمة، وفي نفس الوقت حق الجار إيمان، وفي نفس الوقت حق الجار أخلاق. يخبرني أحدهم عنده جار باني في حوطة بيته 4 بيوت، ما يبني، ساكن في بيت ومأجر 3 بيوت للوافدين. وطبعا كلمة الوافدين تعني زيادة الأوساخ والقاذورات. هذا نظامك يعني طالع لنا بالفيلم مسوي انك الحنين اللي يهمك حقوق العمال والوافدين وتقول عنهم الكلام هذا. شفتوا؟ قلت لكم الهدف كان مسيس الفيلم وموجه ضد شريحة معينة أو ضد دولة معينة.
الهدف ما كان الفيلم نفسه. شوفوا التناقضات، هذا بطل الفيلم وراعي الفيلم ايش يقول عن الوافدين. حبينا نثبت لكم بس انه هدفهم شيطنة وتحريض ضد المملكة، لا هدفهم لا العمال ولا الوافدين ولا دروا عنهم. نسيت احط فلتر، بدون فلتر احسن صح؟ ايش رايكم؟ شكرا للمشاهدة، لا تنسى اللايك.